شنو واقع المنتخب الوطني اخي ابراهيم؟ شنو واقع الاخ احمد؟ واش واقع الكراكي؟ كلشي كيهضر عليه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه، وهذا شرف لي نكون معكم في هذا البلاطو الجميل. اللي شرف كبير اللي كيعطيني باش نكون حاضر معكم اليوم، باش المتابعين الكرام اللي كنحترمهم وكنقدرهم، لان المواضيع كلها اللي كطرحوا لها مواضيع مهمه ومن القلب للقلب. اليوم نتكلموا على اللقاء اللي صدمنا الجميع. لحد الان انا باقي مصدوم، لان علاش؟ المقابله الاولى فرحنا وضحكنا وخرجنا كاملين، لان حنا كنتسناو دابا، كنتسناو واحد الخروج اللي كيتسنى اي 40 مغربي اللي كيتسنى. شوف الخروج ماشي غير المغاربه، حتى الدول العربيه كلهم كيساندونا. ولا بعض المرات احمد كنتكلم وكنقول لهم شوفوا عندكم تشابهوا، حنا اللي كاين في المغرب راه حنا هما المغاربه صافي، راه معنا ناس من دول اخرى مغاربه. ملي كتشوف دول كلهم من افريقيا كيقول انا مغربي، انا واحد غادي معايا كنقول له يعطيني كلمه ونمشي عليه يهضر معايا كيقول لي انا من ورزازات، انا امي من زاكوره، كيضحك كيقول انا ماشي انا من ورزازات، انا من زاكوره. وهذا الشيء كيشرف المغرب، لان التظاهره الحمد لله ناجحه 100%. ماشي حنا اللي كنقولوا، الناس اعترفوا بالتنظيم، بالمعامله، كل شيء بخير وعلى خير. حنا كنقولوها باش ما نتقلقوش وباش تكون روح رياضيه. راه واخا ما نربحوش، ربحنا شي حاجه اللي ما كتقدرش بالاموال، خاصنا نربحوا. علاش؟ لا حنا دابا حيت الكره ما كايناش دابا حنا متوقفين، دابا حنا ما لاعبينش. شحال كنقول لاعبين حنا كنهضروا في امور اخرى، لان حنا بدا حب ديال العالم. الملك ديالنا الله يشافيه والله يخليه لينا وللمغاربه، هذا الشيء هو اللي كيطمحوا ليه الشعوب باش الدول الاخرى تبغيهم بهذه المسائل هذه. حنا من عند الله، داكشي ديال الله، حنا ما كنتصنعوش، داكشي ديال الله. كتشوف داك المغربي مع الزوجه ديالو اللي خرجوا بالبلاطو ديال الحلوى وديال هذا الشيء، راه ماشي غير اليوم كنبينوه في التلفازه هذا الشيء راه فينا طبا هذا الشيء راه في المغاربه. قلت لك الاخ ديالي انا لحد الان باقي ما فقت من الماتش ديال التعادل، كانت صدمه. واش انا كنقول وبغيت نقول للمغاربه كاملين بان هذه كتكون خطه ديال الكره، هذه كتكون خطه ديال الكره، غنهضروا بيناتنا، نهضروا نتكلموا بيناتنا ونقولوا بان هذه خطه ديال المدرب باش نبينوا بان المنتخب ديالنا هو هذا. حنا دايزين غير في هذا اللقاء هذا، هذه خطه ديال المدرب. وبغينا ان شاء الله غدا المباراه تكون غاديش نصدموا، بغينا المنتخب اللي هو كنشوفوه دائما، وحتى الدول فاجئوا في هذا سي احمد. حنا الحمد لله كنتمناو يكون المنتخب الوطني يعطينا واحد، يرجع لنا واحد الثقه، لان هذا الماتش اللي داز، هذه المقابله حيدت لنا الثقه، بغينا الثقه ديال غدا ان شاء الله، وجميع المغاربه ان شاء الله يكون عندهم واحد الثقه كامله في المنتخب وفي المدرب الكراكي. علاش؟ لان شفنا بعض الصحفيين على برا كذلك هما تكلموا على المنتخب الوطني، قال لك المنتخب الوطني ماشي هو هذاك اللي كانوا حاطينه، ولكن كنتمناو السير الكراكي يحاول يبدل كما كيقولوا هما التكتيك ديالو، يبدل الاخوان، كل واحد يحطو في البلاصه ديالو، ودخلنا الناس اللي باغا تلعب الكره وعلى حب الوطن وتلعب على الوطن، على الرايه المغربيه. الاخ احمد انا بغيت نقول للمغاربه خوتنا بان باش نوصل لكم واحد الرساله، وهذه الرساله من خوكم، لان هذه الخطه اللي تلعبنا بها ضد مالي ماشي هو المنتخب المغربي، هذه خطه درناها باش نبينوا الفرق بان احنا ما عندناش منتخب، ولكن غتكون صدمه قويه. وانتظروا النتيجه ان شاء الله، وانتظروا اللعب اللي غيكون في اللقاء المقبل. اللقاء غادي كونوا على يقين. حنا ماشي نبقاو نقولوا بان غير ما ربحناش في المحك، لا، راه كل حاجه وعندها الوقت ديالها، لان كل لعبنا وعطينا كل ما عندنا في هذا اللقاء هذا. كونوا على يقين بان اللقاءات الاخرى غادي نكونوا اما مفدوعين اما مضروبين. خصنا نشوفوا البنيه اللي عند الجسمانيه اللي عند اللعابه ديال مالي. راه حنا كنا لاحظتوا كنلعبوا التكتيك، كنلعبوا كوره، ولكن ما كيعرفوش كوره، هما داخلين باش يربحوا. حنا كنا داخلين على هذا الهدف هذا، كي شفتوا، لان هذاك الوليد شفتوا كيفاش شفتوا البينالتي كيفاش جا، باش تعرفوا راه اللعب ديالنا هو هذاك. راه المغاربه عندهم واحد اللعب اوروبي،
لان هذوك اللعابه كلهم تبارك الله عليهم وما نبقاوش هذا هو الديفو اللي فينا حنايا، ونقول هضر على راسي باش ما نعممش المغاربه كاملين. الديفو اللي فيا انا كمغربي علاش منين اللاعب ديالنا كيلعب وكيجيب الكاس ولا كيجيب البطوله كنقول انا معاه، وملي كيوقع شي حاجه كنقول لا انا ضده، لا ما خصناش نكونوا هكا، خصنا نكونوا يد في يد ونشجعوا الى اخر لقاء. شي الا بغينا كنشجعوا ديما وبقينا كنقولوا المغرب ديما المغرب وديك ديال الكلمه ديال سير سير سير، راه حنا غاديين ان شاء الله. وانتم غادي تشوفوا كونوا على يقين بان هذيك الكره اللي ضربت في السونتر ضربات وسط الملايير والملايين ونقول شحال ديال الجماهير، كان هدف. هذيك ميساج واصل بان ان شاء الله لا كوب غادي يبقى عندنا ان شاء الله. ابراهيم بغينا الجمهور المغربي ما ياخذش الامور كما هي، يحاول غدا ان شاء الله يمشي للتيران ويشجع المنتخب الوطني. راه الحمد لله بكم نتوما بالجمهور باش المنتخب الوطني كيكون قوي وكيلعب في التيران، لان بلا جمهور راه ما كاين والو. تحيه للجمهور المغربي اللي هو وحتى الجاليه القاطنه بالخارج كتجي كتحضر المباراه ديال المنتخب الوطني سواء في ملعب مولاي الحسن بالرباط، وكتشجع وكتلقى واحد الحماس للفريق. كما كتشوف يكون واحد التجاوب بين حكيمي وبين الجمهور، فهمتي؟ كان واحد التجاوب كبير، وحتى الحمد لله كتكون واحد المقابله ملي كيكون جمهور وديك الكلمه كما قلتي الاخ سير 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 ولات عندنا في العنوان ديال المنتخب الوطني ملي كيكون داير شي مقابله باش الجماهير ديالنا اللي كنحبوهم وكنوصلوا لهم هاد الرسائل بان اللعابه راه كيربحوا فلوس صحيحه وكيسمحوا في الفلوس وكيجيو على قبل الوطن ديالهم. اذا حنا خصنا ندعموهم ونساندوهم وان شاء الله مربوح. اخ ابراهيم بغينا غير غدا ان شاء الله المنتخب الوطني بغيناه يربح مربوح. علاش بغينا يربح؟ علاش؟ باش نفرحوا المغاربه وكذلك نفرحوا حتى الملك البلاد، لان حتى الملك البلاد الحمد لله حتى هو راه كيفرح لان كيشوف المنتخب وكيفرح مع الشعب المغربي وحتى الناس على الناس ديال الخليج، الناس ديال الدول العربيه ولا افريقيه وحتى اوروبا كل باغي المغرب يربح. هذه الخرجه اخي احمد اللي قلت لك هي خروج ملك البلاد وسط الجماهير، هذا هو اللي كنتظره انا بعدا من قلبي، كنتظره ان شاء الله وباغي نشوفها ان شاء الله. غادي ناخذ ان شاء الله الكاس، غادي ان شاء الله الكاس غيبقى عندنا هنا في المغرب، وغادي ان شاء الله غادي نفوزوا بهذا الكاس الافريقيه ان شاء الله، وغادي يكون استقبال ان شاء الله ديال صاحب الجلاله، غيكون واحد خلوها مفاجاه، غيكون داك الشيء رائع. والحمد لله المغرب راه غادي بالتقدم، بنيه تحتيه، الملاعب، الطرقان، راه الناس جاوا الصحفيين على برا ودخلوا للمغرب وتفاجئوا، شافوا لي ترامواي تي جي في، شافوا الملاعب، شافوا المحطات كي دايرين ديال اكداد ديال تي جي كيفاش دايرين، وشافوا الحمد لله تصور الحمد لله الفنادق الكبرى كيفاش دايره من الداخل وكيفاش مجهزه، المساحه الخضراء كنشوفوا الطريق ديال لوسيون، الطريق الساحلي ديال الرباط بالبيسين كي داير بالمساحه الخضراء. الحمد لله راه خداو وتكلموا الصحفيين على المغرب، لان ماشي المغرب هو الرباط ولا الدار البيضاء، راه مشاو لاكادير تفاجئوا، مشاو مراكش كذلك، مشاو لطنجه، مشاو لفاس، الحمد لله بمجهودات صاحب الجلاله ومجهودات الناس المسؤولين اللي كيخدموا هذه البلاد، فتحيه لهم من هذا المنبر هذا. وكذلك الكلمه الاخيره اخويا ابراهيم، وباش نختموا الاخ احمد، تحيه للجميع، جميع الدول المشاركه، مرحب بهم جميع الدول المشاركه، والحمد لله كيف كنشوفوا جميع الاعلام الوطنيه للدول المشاركه كلها ترفرف وسط هذا الوطن الغالي والعزيز، مرحب بهم جميعا. وتحيه لرجال الامن، رجال الدرك الملكي، على راسهم السي عبد اللطيف الحموشي اللي هو مدير العام، اللي بنفسه كيجي تما وكيدير واحد جوله في المناطق كلها ديال الملعب، واقف سهران، والرجال ديالو كذلك ديال الحموشي اللي واقفين على هذا التنظيم، هذا العرس الكبير في المغرب. وكذلك كنشكروا جميع الناس ديال القوات المساعده والناس ديال الدرك الملكي، وكذلك تحيه كبيره ما خصناش نساوها صاحب السمو الامير ولي العهد مولاي الحسن اللي جا الملعب كما شفناه وعطى انطلاقه ديال وسط امطار كتشوف امطار غزيره، والحمد لله بالتواضع ديالو
بدون بروتوكول ودخل لوسط اللعابه وعطى انطلاقه ديال الكره ديال هذاك الملوك ديال المغرب كلهم الحمد لله ومحب حبوه كلمه التواضع. الحمد لله المغاربه كاملين كما شفتوا مؤخرا كان في جامع الفنا كيفاش شفتوا المغاربه تعرفوا وكلشي باغي يتصور معاه. هذا هو المغرب، هذا هو المغرب الحمد لله. المغرب بلد مضياف. مشاهدينا الكرام، قبل ما غادي ننهيو المباشر غنخليو الكلمه الاخيره للاخ ابراهيم. كيف قلت قبيله والاخ احمد تو تكلم، تحيه لرجال الامن الوطني، رجال الدرك الملكي، رجال القوات المساعده، رجال الوقايه المدنيه، الامن الخاص، المنظمين، كل من ساعد وساهم في انجاح هذه التظاهره، وكل من يحب هذا الوطن. وشكرا للجمهور على ذاك التنظيم ديال اللي كنعطيو الصوره الحمد لله. وشكرا حتى الناس كذلك كنشكروا جميع المشجعين ديال الدول المشاركه اللي بعد نهايه المباراه كنشوفوهم كينقيو الملاعب من هذاك الشيء اللي فايت كيتبقى. فتحيه للجمهور جميع، شفنا حتى الجزائريين، شفنا الافارقه كلهم كينظفوا الملاعب، فتحيه لهم على هذا حسن المعامله. باش ما ننساش اخي احمد، شكرا جزيلا لجريده شوف اشطاري على الاستضافه ديالها وعلى حسن استقبال. الحمد لله جريده شوف اشطاري حنا كان جميع البرامج كندخلوا فيها، فلهذا كنطلبوا ان شاء الله المزيد وتحيه السيد المدير العام السي عثمان موجي الدين اللي كيسهر على هذه الجريده هذه اللي غادا ان شاء الله كما كتشوفوا غادا من حسن الى احسن، غادا للقدام ان شاء الله. نتمنوا ليه الصحه والعافيه ان شاء الله، وجميع الاخوان مشاهدينا الكرام ومتابعي جريده شوف اشطاري غادي ننهيو هذا المباشر الى مباشر اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.